الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بفصل خامسة. طيب، عندنا اليوم برنامج بعنوان وش هالصوت. وش عنوان برنامجنا؟ وش هالصوت. يبغى له تركيز صراحة، يعني تشيل من راسك أي أفكار ثانية. طبعا هذا البرنامج ضمن اللي هو مبادرة الله يحبك، يبغى لك تركز. نبدأ الآن، خليكم مستعدين. راح نبدأ الآن نستمع. صوت ايش؟ صوت ايش؟ بيبي طفل. ها طيب يلا ما عليه، حلوين. طيب ركز يلا. صح، يلا نشوف اللي بعده. ايش؟ صابرة. صح 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 صح، ان شاء الله عليكم. يلا طيب اسمع. ها؟ زجاج انكسر. احسن، صح. قهيت تقطيع اوراق. يا سلام. بعد ان استمعنا للاصوات، ما شاء الله تبارك الله، لاحظت فيكم انه ما شاء الله الجميع يميز الاصوات بشكل سريع. عندما سمعنا ما شاء الله صوت الطفل اللي يبكي، عندما سمعنا الصوت حق الصافرة الصفقة، كنتم مركزين تركيز كبير جدا. سؤال براء، هل أخذ منك وقت طويل وتعب إنك تتعرف على الصوت؟ الشيء اللي حاب أوصله لنا ولكم أن الله عز وجل أعطاك نعمة عظيمة جدا، هي نعمة إيش؟ بحيث انك صرت تركز في اي صوت، حتى لو انك مغمض عينك راح تركز في الصوت. يعني تخيل معي انت الان مثلا ما شاء الله تبارك الله مغمض عينك، ومثلا ابوك ناداك ولا امك نادتك، مباشرة ما شاء الله راح تميز انه هذا الصوت صوتهم. طيب النعمة هذه نعمة عظيمة. متى نشعر بهذه النعمة؟ عندما نفقد هذه النعمة نشعر بها. هذه النعمة اللي أنعم الله عز وجل بها علينا. أبغى كل واحد يقول لي نعمة السمع. أنعم الله علينا، دام أنعم الله علينا وش واجبنا؟ نشكره ونحمده عشان أعطانا نعمنا في هذه النعمة. يا سلام. نحن نحافظ على السمع ما يضيع منا، عشان هذه النعمة كبيرة. جميل. نشكر رب العالمين على هذه النعمة ونحافظ عليها، وأن الإنسان لا يفقد النعمة إلا إذا ما يحس بالنعمة إلا إذا فقدها. أحسنت. لازم نشكر ربنا على هذه النعمة اللي أعطانا إياها. يا عيني يا عيني. نحافظ على النعمة لأنه بعض الناس ما تقدر نعمة السمع. يا سلام. تخيل لو واحد مثلا ما يسمع وكان عنده مشكلة في سمعه وسمعه ضعيف. أبغاك تتخيل معايا عمودي إنه واحد ما كان يسمع، والله عز وجل أعطاه يعني سمع، لكن سمعه ضعيف جدا، ووجد طبيب مبدع وركب له اللي هو السماعة هذه الصغيرة وأصبح يسمع ونجحت العملية. إيش راح يكون مشاعر هذا الشخص تجاه الطبيب؟ يشكره، نحمد ربنا ونشكره على النعمة اللي أنعم لنا فيها. طب الطبيب هذا اللي ما قصر معاه، تتوقعوا إيش بيسوي تجاه هذا الطبيب؟ كيف مشاعره تجاه الطبيب؟ فرحان. وش كمان؟ يكون في يعني كذا يحبه. اسمع زميلك. ايش بيكون مشاعره تجاه الطبيب؟ يكون يحبه، يعني يحبه، يحس بمشاعر تجاهه انه بذل واعطاه وتعب وحتى كان سبب في نجاح هذه العملية. طب دام ربنا اعطانا هذه النعمة، ايش واجبنا تجاهه؟ نحبه ونستعمل هذه النعمة فيما يرضيه، ما نسمع إلا الشيء اللي يحبه ربنا. وبالتالي يا أبطال هذه النعمة العظيمة
كثير من الناس فقدها. طيب، فبالتالي أمنيته إنه يسمع مثلا صوت الأذان، أمنيته إنه يسمع صوت أمه، أمنيته إنه يسمع صوت أبوه، أمنيته إنه يسمع أي صوت يسمعه، لأنه فاقد هذه النعمة. فإحنا الحمد لله في نعمة من جد من جد. الله يحبك أعطاك، الله يحبك أعطاك مثل هذه النعم عشان تكون أكثر قربة منه وأكثر طاعة له سبحانه وتعالى. حيوا نفسكم والله.